فعلا عمر بن الخطاب يعني ايه، يعني قفل هذا الباب على اي حد يجي من بعده. فعمر بن الخطاب كان الصحابه صحابه النبي اشفقوا عليه من اللي بيعمله في نفسه في الاكل والشرب والبتاع، لدرجه سيدنا علي بن ابي طالب مما يروي عن عمر بيقول في وقت يوم حر جدا يعني وهواء ورمله وسخونه لدرجه ان لا يخرج احد من بيته في وقت ايه، وقت الظهيره، يعني الوقت اللي هو ده في الجزيره العربيه، يعني الناس هتموت من الحر. فقالوا لقيت راجل الريحه تقتلعه ماشي عمال وده ماشي برضه وبيبعد يعني مش راح ناحيه العمران. فقعدت اشاور له يجي على البيت، فقرب فقال فاذا هو عمر وهو خليفه. فقال يعني ايه يرحمك الله ما الذي اخرجك الساعه؟ في حد بيطلع في المعده؟ فقال له ناقه من ابل الصدقه ند طارت وانا وراه. فقال له يعني كلفت بي احد من عبيدك؟ اي واحد من العبيد قول له يروح. فقال يعني ايه، يعني الله عز وجل هيسالني انا الاول حاجه زي كده. فقال له اشقيت الامراء من بعدك، يعني كل امير هيجي يقولوا له بس عمر كان بيعمل كذا وكذا وكذا. فعلا عمر بن الخطاب يعني ايه، يعني قفل هذا الباب على اي حد يجي من بعده. هو الصحابه علي بن ابي طالب والصحابه اللي هم يعني ايه قمه في الخشونه قمه في الديانه قمه في العباده اشفقوا عليه في الاكل والشرب واللباس وبتاع. فراحوا كلموا ما حدش يعرف يكلمه مباشره ليه؟ من المهابه والخشيه. هو هيقولوا له ايه تاكل كويس وتبقى هيتضربوا يعني ما فيش. فراح ايه راح كلموا حفصه بنته، بس هو بيجل حفصه ليه؟ عشان بنته، عشان ام المؤمنين، عشان لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها تقولي له كذا، واخذوا عليها الايمان المغلظه فاذا استحلفها لا تخبر. يعني لو قال لها مين اللي قال لك تقول له لا والله محلفني كان بودي هيسلمهم يعني فرحت له قالت له يعني ان بعض الناس كلموني فيك وبتاع. فقال لها ايه يمكن ياخذوا عليه حاجه في العدل في الظلم. قالوا له يعني الاكل والشرب وبتاع. قال عزمت عليك بالله قال لا تقولي لي مين اللي قال لك كده؟ قالت له لا ما هم احتاطوا هم محلفين ان انا ما اقولش وبتاع. فلا والله لا مش انا اللي هرد انت اللي هترد. قال لا اخبريني عن خير طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. قال له قولي لي احسن حاجه اكلها النبي كده. فقالت له مره جه كانوا مش عارف عاملين حاجه عاملين حاجه زي دلوقتي اللي هو يعني لقوا شويه سمن فعملوا له بيها عجينه فكل بيها حاجه زي فطير او كده. ده احسن حاجه اكلها مره، ده احسن حاجه اكلها. فقال لها طب قولي لي احسن انعم حاجه نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له انت في بيتك انت. فقالت له كان عندنا وكانها زي حصيره كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقلبها بيخليها مجوز. اول ما يجي الشتاء يفردوها يناموا على جزء ويضغطوا بجزء. اول ما كان يجي الصيف كانوا يقلبوها يخلوها 2 ويناموا عليها عشان الحر ما يضغطوا. فما زال بها حتى ابكاها. فلا والله ان كان لي يعني صاحبان سلك الاول طريق ثم تبعه الاخر، فوالله يعني اخشى ان حدت عن طريقهما الا القاهما ابدا.